بيبدأ فيلم النهارده بولد فقير اسمه جوسلي، وكان ابوه شغال في الصرف الصحي. وبنشوف جوسلي وكان بيلعب في القرية، ولما بيشوف عربية داخلة البلد بيجري وراها بسرعة ولكنه ما بيلحقش العربية، وبيفكر يدخل من شارع مختصر عشان يلحقها، وكل ده عشان يقرا الكلام المكتوب على صندوق العربية. وكان بيحب الكتابة وذكي جدا. وفي نفس القرية وبنشوف ولد اسمه لادو، وكان واقف قدام بتاع الطعمية ونفسه ياكل من عنده. وبنشوف مدير المدرسة واقف عند نفس الراجل وكان بيشتري فطار، وكان المدير اسمه سان والمساعد بتاعه رهان. وبيوصل جوسلي وكان صاحب لادو الانتيم، ولما بيشوفهم البياع بيطردهم من قدامه لان شكلهم مش نظيف. وكان كل المدينه عارفين ان ابهاتهم شغالين في المجاري والصرف الصحي. وبيطلب سام من الراجل البياع ان هو يتعامل معاهم كويس، وانهم بني ادمين زيهم، وان شغل اهاليهم مش عيب. وبيركب المدير الموتوسيكل بتاعه كان في طريقه للمدرسه، وبيجري وراه الاولاد لحد ما بيوصلوا على هناك، وكان نفسهم يتعلموا زي باقي الاطفال اللي زيهم. وبيدخل جوسلي ولاده المدرسه من غير ما حد يحس بيهم، وبيقفوا وبيرددوا الكلام مع الطلاب اللي في الفصل، لكن المدرس بيشوفهم وبيزعق لهم وبيطردهم. وبيروح جوسلي وبيقف عند شباك فصل تاني، وبتسأل المدرسة الطلاب سؤال صعب، ولما محدش عارف يجاوب بيرفع جوسلي ايده وبيجاوب على السؤال صح، وبتفرح بيه المدرسة وبتكلم الطلاب هو ازاي شاطر مع انه ما بيحضرش الحصص. وفي اللحظة دي بيشوفوا سانو وبيجروا وراه هو والمساعد بتاعه، وبيجروا منهم جوسلي هو وصاحبه وبيقدروا يهربوا منهم. وبعد شوية بيروحوا على بيت مهجور كانوا بيلعبوا فيه، وكان عامل جوسلي سبورة على الحيطة وبيذاكر عليها. وصاحبه لادو كان قدر يسرق علبة الطعمية من عند الراجل بتاع الصبح. وبتعدي ام جوسلي من قدام البيت ده وبتشوفه وهو بيذاكر، وكانت ام جوسلي وام لادو اصحاب وفقراء زي بعض، وعارفين ان مش مسموح لاولادهم يدخلوا المدرسة، ولما يكبروا هيشتغلوا في الصرف مع ابهاتهم. وبنروح عند شادو، ده كان ابو جوسلي وكان معاه زميله مينا والد لادو. وبيشوف شادو عجلة وكان نفسه يشتري واحدة زيها لابن جوسلي، لكن بتظهر الست صاحبة البيت وبتزعق معاه عشان لمس العجلة بايده وهي مش نظيفة. وكان واضح على اهالي القرية انهم بيعاملوا عمال الصرف بطريقة وحشة، وقررت انها تخصم فلوس من حسابهم. وبنروح عند المدير سان، وكان عند امه العجوزة واللي كانت بتحب الافلام والمسلسلات، وكانت زعلانة عشان سام بيروح الشغل وبيسيبها قاعدة لوحدها زهقانة. وبنرجع عند جوسلي وامه رانيا اللي كانت بتضربه عشان عرفت ان هو راح المدرسة، وبتفهمه انهم اتولدوا لقوا اهاليهم شغالين كده، وانهم لازم يكملوا زيهم، وانهم ملهمش حق في الدراسة والتعليم. لكن جوسلي ما كانش عاجبه الكلام، وبيقول لها ان من حقه يروح المدرسة ويتعلم. وبيرجع شادو على البيت وبيسأله جوسلي هو ليه الناس بتقرف منهم مع انهم بينظفوا حاجتهم. وبيسكت شادو وكان زعلان ومش لاقي رد. ولما بيدخل الليل جوسلي كان بيحكي لابوه على اللي حصل الصبح في المدرسه، وانه شاطر وعارف اجوبه الاسئله اللي الاولاد المتعلمين مش عارفينها. والصبح بيخرج مينا وشادو عشان يروحوا على الشغل، وبيقعدوا على قهوه عشان يشربوا شاي. ولما بيروح يشرب بيضربوا صاحب القهوه عشان مسك الكوبايه بايده، وبينزل فيه ضرب وكانه عمل جريمه. وبنروح على المدرسه وبنشوف تجمع وواحد بيتكلم في المايك اسمه جون، وكان جون ده صاحب المدرسه ورجل اعمال مهم، وبيقول ان الدستور حط ماده جديده وهي ضمان حق التعليم للشعب كله. وبيوصل جوسلي عندهم وبيسمع الكلام وبيروح عند جون، لكن جون ما كانش يعرفه. وبيعرف المدير جون ان جوسلي ابوه شغال في المجاري، وفي ثواني بيتغير كلام جون وبيغسل ايده بسرعه. وبنروح عند شادو وكان رايح يعمل شغل في اسم الشرطه، وبياخد باله الضابط ان شادو مضروب. ولما بيساله الضابط مين اللي ضربه بيحكي له عن صاحب القهوه، وبيزعل الضابط وبيقدم الشاي لشادو في كوبايه نظيفه، لكن شادو كان خايف يمسكها وحاسس ان ده مش من حقه. وبنعرف ان الضابط كان فقير لكن التعليم هو اللي غير حياته. وبيروح سنة عند رانيا وبيشتكي لها من جوسلي، وانه على طول بيروح المدرسه وبيعمل مشاكل. وبيسيبها وبيروح عند امه لكنه بيلاقيها ميته، وبيتصدم سنة وبيعيط على والدته لكنها بتضربه وتفاجئه انها عايشه، وكانت زعلانه انه ما بيقعدش معاها. وكان سام بيحب امه وما بيزعلش منها. وفي ارض واسعه وكان جوسلي ولاده بيتمشوا، وبيشوف جوسلي خيال مآتة لابس هدوم المدرسه وبيركز معاه قوي وبيفرح. وبيرجع شادي على البيت وكان مبسوط، وبيحكي لمراته انه شاف ظابط من طبقه فقيره لكنه تعب واتعلم وبقى ظابط. وبيفهمها انه هو لازم يدخل جوسلي المدرسه، لكنها بتقوله ان المدرسه بعيده ولازم الولد يعدي من على طريق النهر وده خطر. وبنشوف جوسلي وهو لابس الطقم اللي كان على خيال المآتة وداخل المدرسه، وبيدخل الفصل وما كانش حد اخد باله منه، وبيقعد على الديسك وبيمسك كتاب وبيفتحه. وبيوصل شادو هو كمان على المدرسه وكان بيطلب من المدير ان هو يقبل ابنه، وكان جوسلي سامع الكلام. وبيفهمه سان ان التعليم مكلف جدا ومش هيقدر على مصاريفه، وما كانش عايز يجرحه ويقول له ان هو وابنه واللي زيهم منبوذين من المجتمع، لكنه بيفهم قصده وبيزعل جدا. وبيخرج جوسلي من الفصل وبيقول للمدير ان هو كذاب ومنافق وانه المفروض يقبله في المدرسه. وبيتاثر سان جدا لكنه ما كانش ليه يد وبيطبق النظام. وبيفهم جوسلي ان هو واهله مخاليق ربنا زيهم، وان خدماتهم محدش يقدر يستغنى عنها. لكن جوسلي بيمشي وكان حزين ومقهور. وبعد كام يوم وكان شادو عايز يجمع فلوس ومصمم ان ابنه يدخل المدرسه، وبيقول له جوسلي ان هو عارف ان المشكله مش في الفلوس وان المدير بيكذب. وبنروح على مكتب جون وكان سان عنده، وكان بيأكد عليه ما يقبلش ملف اي حد من اولاد الفقراء، لانهم لو قبلوهم اولاد الاغنياء والطبقه المتوسطه هيسيبوا المدرسه بتاعته. وكان شادو ابتدى يشتغل زياده ويطلب اجر اكبر عشان يدخل ابنه المدرسه، لكن الناس كلها كانت بتتريق عليه.
وبنروح عند مينا وابنه لادو، وبيقول مينا ان ابنه كبر وانه لازم ينزل معاه الشغل عشان يساعد اهله في المصاريف، ولكن امه بتقول ان ابنها لسه صغير. وبيعترض لادو وبيقول ان هو كبر ولازم ينزل الشغل، وانه نفسه يشتغل عشان يشتري الاكل اللي بيحبه. وبيدخل عليهم جوسلي عشان يطلعوا يلعبوا، ولكن لادو بيفاجئوا ان هو بقى راجل ونازل شغل مع ابوه. وبنروح عند المدير وكان في بيته، وبيفتح حلة الحليب وبيلاقي ضفدعه، وبيظهر جوسلي وبيقول له ان هو مش هيسيبه وهياخد حقه. ولما بيخرج عشان يروح المدرسه بيلاقي كاوتش الموتوسيكل على الارض، وكان متضايق جدا. وبيوصل المساعد وبيمسك جوسلي وبيوديه عند سان، لكنه بيسيبه لانه كان حابب اصراره والولد كان صعبان عليه. وبعد كام يوم بنعرف ان في حفله تنكريه في المدرسه، وكان جوسلي متابعهم وبيروح على هناك وبيطلع على المسرح، وكان الاطفال قرفانين منه. والمحافظ كان حاضر الحفله دي، وبيتشجع جوسلي وبيحكي للمحافظ عن مشكلته وعن معامله الطلاب ليه وانهم مش عايزين يقبلوه في المدرسه، مع انه ذكي جدا. وبيسقف المحافظ لجوسلي وكان فاكر انه بيمثل لانها حفله تنكريه. وبعد الحفله الطلاب بيمسكوا جوسلي وبيضربوه جامد. وتاني يوم لادو نزل الشغل مع ابوه، وفجاه رجله بتتزحلق وبيقع في بلاعه كبيره، وبيجري ابوه بسرعه عشان ينقذ لادو، لكن للاسف كان لادو مات وملحقش ينقذه. وبيتجمع اهالي القريه وكان ابوه وامه منهارين، وكان جوسلي هيموت من الزعل. وبعد الدفنه وكان شادو مع عيلته وكان مقهور من ظلم الناس وقد ايه هم عنصريين وما عندهمش رحمه. وهنا بتعرفهم رانيا انها مش هتسيب حق ابنها في التعليم، وبيقول لها جوسلي ان لادو خلاص هيدخل المدرسه لانه هيتولد من جديد في طبقه احسن من دي. وبتتاثر امه قوي بكلامه وبتحضنه وبتعيط. وبنروح عند المدير والمساعد بتاعه بيقولوا ان الطبقه الفقيره مش عارفين قوتهم في المجتمع، وانهم زي السمك اللي في القاع، ولو اتحدوا مع بعض يقدروا يغيروا النظام. وبعد كام يوم بيروح شادو على قصر جون عشان يقبل ابنه في المدرسه، لكن الحارس بيهجم عليه وبيضربه وبيوقعه على الارض. وبيساعده سنه وبيمشي معاه، وبيقترح عليه ان هو يجمع كل اللي شغالين معاه في الصرف والفقراء ويطالبوا بحقوقهم زي اي فرد في المجتمع. وبالفعل بيجمع شادو كل الفقراء وبيفهمهم انهم ليهم مطالب وحقوق، لكن اغلبهم كان راضي وخايف وعارفين انهم عمرهم ما هيتساووا مع الاغنياء والمتعلمين، لكنه بيصمم يفهمهم انهم بشر مميزين وان من غيرهم المجتمع ما يبقاش موجود. بس برضه كانوا خايفين ومفيش غير مينا ابو لادو هو اللي قال له ان هو معاه، وبيعيط وبيصعب على اهالي القريه. وبعد كام يوم بيتجمع الاهالي وبيقطعوا الطريق على عربيه المحافظ، وبيعرفوا شادو ان اولاد الفقراء وعمال الصرف محرومين من دخول المدرسه والتعليم. وبيتاثر المحافظ بالكلام وبيروح على مكتب جون وبيقول له انهم لازم يقبلوا اولاد الفقراء في المدرسه، لكن جون بيقول للمحافظ انه ينسى الموضوع ده ويمشي اموره لان فاضل له مده قصيره ويطلع معاش، وده كان تهديد صريح. وبيخرج المحافظ وكان باين عليه انه خاف من التهديد، وكان جون طبعا مسنود من المسؤولين الكبار، وكان سان مكسوف ومش عارف يعمل ايه. وبيروح شادو وهو غضبان وبيعرف رانيا ان جوسلي هينزل الشغل معاه من بكره، وانه ينسى قصه المدرسه دي خالص، لكنها كانت مصممه واخدت قرار ان ابنها يتعلم. وبيشد القميص وبيرميه في النار، لكن رانيا بتجري وبتلحق القميص وبتضرب شادو بالقلم وهي متعصبه، وبيعيط وبتاخده في حضنها وكان مقهور من احساسه بالظلم. وتاني يوم بيروح جوسلي عشان يسلك حمامات المدرسه، وكان خلاص مش عايز يتعلم وفقد اصراره. وبيعدي من جنب المدير وما بيبصش ناحيته، وبيدخل الحمام وكان منظره صعب جدا. وبعد ما بيخلص شغل بيروح عند سان ياخد الاجر من غير ما ينطق بكلمه، وكان باين على المدير انه متاثر قوي. وبيروح سان على بيته وكانت امه نايمه ما بتتحركش، وكان فاكرها بتهزر زي كل مره، لكن المره دي مفيش هزار. وماتت ام سانجاي وكان في ايديها بذور نبات، وكانت وصيتها انه يزرعها ويزرع الامل. وبعد الدفنه بنشوف سان وهو واقف قدام القمر وبيفكر في حلمه وهو صغير وانه كان نفسه يبقى رائد فضاء. وبعد كام يوم وكان سان زرع البذور اللي امه سابتها له، وده كان رمز ان مفيش مستحيل. وبيروح سان عند البيت المهجور وبيشوف السبوره اللي كان بيذاكر عليها جوسلي، وفضل مستنيه لكنه كان بطل يروح هناك، فبيقرر سان يروح لهم على البيت. وبعد كام يوم وكانت المدرسه منظمه ماراثون ومسابقه لكل مدارس المدينه، وبيظهر جون وكان معاه المدير وبيدخلوا عشان يحضروا للماراثون. وبيظهر جوسلي واسرته واسره صاحبه لادو، وكان سان هو اللي قدم لهم الدعوه وهو اللي عرفهم ميعاد الماراثون. وبيمسك المايك وبيقول ان جون بيقبل اولاد الفقراء في المدرسه، وبيدبش جون في الكلام ده. وكمل كلامه ان في ولد ابوه شغال في المجاري هيشارك في المسابقه، ولما بيتعصب جون بيفهمه سان ان ده في مصلحته، والكل هيتكلم ان هو راجل خير وبيحب الفقراء. وبيوافق جون لكن بشرط ان جوسلي يفوز بالسباق. وهنا بيفهم ابوه ان ده مش سباق لكنها حرب على مستقبله. وبتقول لامه ان السباق بالنسبه للاولاد لعبه لكن بالنسبه له حياه او موت. وبيقفوا الاولاد على خط البدايه، لكن جون بيبعت يسخن اهالي الاولاد، والاهالي بتزعق انه ازاي واقف جنب اولادهم. وبيرجع المدرس جوسلي قبل الخط وكده هيكون متاخر عنهم، وبياخد المدرس كوتش من واحد زميله وبيديهوله، وكان قاصد ان هو يبقى كبير عليه عشان ما يعرفش يجري. وكان الولد فاهم كل حاجه لكن عينيه كانت مليانه تحدي واصرار. وبيبدا السباق والكل بيجري، وكان جوسلي متاخر عنهم لكنه كان بيحاول. وبيقع جوسلي على الارض بسبب الكوتش الكبير، وبيتألم وبيبص على زمايله لكنه بيفتكر كلام ابوه وامه وبيقوم وبينطلق وبيكمل السباق، والكل ما كانش مصدق اللي بيحصل. وبيطير جوسلي وبيعدي اصحابه وبيوصل على خط النهايه وبيفوز جوسلي بالسباق، ودي كانت معجزه الاصرار. وبيجبر الكل يسقف له ويفرحوا بيه، وبيتاثر المدير سانجاي وبيسقف للبطل جوسلي. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان
فارس احمد فؤاد.